يا جماعة كفاية كفاية، it is enough. اللي بيحصل في مصر ده والله لا بيرضي ربنا ولا بيرضي زول. سكتنا وساكتين لنا أكتر من سنة، شايفين الانتهاكات والإساءات اللي بتحصل وما دارين نتكلم، لأنه بيقول كلامنا بيأذي السودانيين العايشين المستضعفين في مصر. لكن اللي بيحصل حاليا في مصر من الحكومة المصرية ومن الشعب المصري اتجاه السودانيين ما بيتسكت عليه، ما بيتسكت عليه. أي مصري بيسوى وما بيسوى طالع يتكلم ويسيء ويتنبس في السودانيين. أنت كمواطن مصري متأذي من السودانيين دول في شنو؟ دافع لهم من جيبك؟ ساكنين في راسك؟ قاعدين ياكلوا أكلك؟ مشكلة غلاء الإيجار وغلاء المعيشة دي مشكلة إدارة حكومتك، ديل ذنبهم شنو؟ أنت مواطن مصري من حقك تتكلم في الغلاء، تتكلم في الإيجارات، تتكلم في الحكومة. ده ما عنده، ما يقدر يتكلم، يدفع غصبا عنه، في النهاية دافع من حقه، أنت مو مقدم له حاجة. أما الحكومة المصرية حكومة بلطجية، حكومة بلطجية قاعد تتاجر بملف اللاجئين عشان دعم الأمم المتحدة. قاعد تقدم للاجئين ديل شنو؟ قدمت لهم سكن؟ قدمت لهم رعاية؟ قدمت لهم علاج؟ قدمت لهم ايواء؟ بالعكس بترحل فيهم. ما في قانون بيسمح لك ترحل لاجئ لبلده، لاجئ هارب من حرب وهارب من موت، بلده ما امنه، بترحله كيف؟ بترجعوا باي منطق؟ ترحيل قسري؟ لو في ترحيل في 1,500,000 لاجئ في اوروبا مصريين عايشين على البنفيت، اوروبا مسكناكم، قاعدين تاكلوا من خير اوروبا، بتتهربوا من الضرائب، 90% منكم شغالين اسود، قاعدين في اوروبا ومصر امنه، افترض يترحلوا. لكن السودان ما امن، باي منطق انت بترحلهم بلده؟ ودي رساله للسودانيين اللي في اوروبا، ديل اسركم، ديل اطفالكم، اطفالكم اطفال ابرياء في مصر ما عندهم اي ذنب في اللي بيحصل، بتتقفل عليهم المدارس عشان ما يدرسوا، عشان خاشين بطريقه غير شرعيه، لاجئين. اللاجئ في مصر ما عندك اي حق تقول في اي، ده انسان، ده انسان قبل اي حاجه، انسان من حقه انه يعيش كريم وعايش بحقه، مأجر بقروشه، بياكل من قروشه، ساكن بحقه. الحكومة المصرية ما قدمت له أي حاجة، بالعكس قاعد ترجع فيهم وترحل فيهم ترحيل قسري. ودي رسالة من هنا للسودانيين اللي في أوروبا، رسالة للسودانيين اللي في أوروبا، ديل أسركم اللي في مصر. الانتهاكات اللي بتحصل ليل بتحصل في أولادكم، في السودانيين، دمكم ولحمكم. انتوا صوتهم في أوروبا، انتوا صوتهم تطلعوا تقيفوا في السفارات المصرية في كل الدول الأوروبية، تتكلموا، توصلوا صوتكم للسفارات، توصلوا صوتكم للأمم المتحدة عشان احترموا اللاجئ السوداني في مصر، يعيش كريم، يلاقي أبسط حقوقه.